السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي ابطال المرحلة الاعدادية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم استاذ عبد الله عواد، وباذن الله الفيديو بتاع النهارده لاخواتنا وحبايبنا تالتة اعدادي. تالت درس عندك يا بطل في الوحدة الاولى بعنوان الصداقة للدكتور شوقي الضيف. الدكتور ايه؟ شوقي الضيف. مين يا سيدي شوقي الضيف ده؟ قال لك والله عندنا كاتب ولد في دمياط واشتغل والله رئيس ومدير مجمع اللغة العربية. يعني راجل بسم الله ما شاء الله قيمة وقامة. هو اللي كتب عندنا مقالة عن الصداقة، وعندنا درس عن الصداقة للدكتور شوقي الضيف. الصداقة والصحاب والزمايل اللي احنا رايحين وجايين معاهم ورايحين وجايين بيهم، ده اللي احنا هنتكلم فيها النهارده، لان من اسمى ومن اعظم العلاقات اللي بتكون موجودة في الدنيا كلها هي علاقة الصديق بصديقه. فنصلي على النبي كده وتعالى اما نشوف. قالك من النعم على الانسان في حياته أن يكون له صديق وافي. إن من نعم ربنا عليك إن أنت يكون ليك في الدنيا صديق وافي، أو أصدقاء أوفياء يخلصون له في مسيرته بدنياه، وأصدقاء يأتمنهم على أسراره. إن أنت والله يكون عندك صديق وافي ومخلص تقدر تأتمنه على سرك، ده والله بص من نعم ربنا ومن فضل ربنا عليك. وقال لك وإذا طلب إليهم بنصيحة أسدوها. قال لك إن هو لو أنت طلبت منهم نصيحة أسدوها، ومعنى كلمة أسدوها يعني أعطوها. لو أنت طلبت منهم نصيحة هيدولك النصيحة فعلا، الحاجة اللي تهديك إلى الطريق الصواب وتهديك إلى النجاح هيدوها لك بدون أي ضغينة أو بدون أي حقد وغل. ده الصديق الوافي. وقال لك كمان كذلك إذا طلب مشورة أدوها على خير وجه. ومهما كان الإنسان حصيفا في رأيه بعيد النظر في شؤونه فلا يستغني عن من يستشيرهم من خصائله في بعض أمره. الناس يا عم الحاج عموما مهما كنت انت مين، ومهما كنت مكانتك، ومهما كنت ذكي او ذات نظره مستقبليه وراجل كده بسم الله ما شاء الله حكيم، انت كده كده عاجلا ام اجلا بتحتاج حد تستشيره. ايه رايك ان انا هعمل الخطوه دي؟ طب ايه رايك في الخطوه الفلانيه؟ ايه رايك ان احنا ممكن نعمل كذا؟ ده يا سيدي الكل بيكون فايده الصديق الوافي، مش الاصدقاء اللي احنا اي كلام بيكونوا مسمى وخلاص. قال لك يا سيدي الكل عندي اللهم صل على سيدنا محمد ان الصديق الوفي هو اللي هيديك نصيحة، هو اللي هيوجهك للطريق الصح. وهو كمان يا عم الحاج لما تعوز مشورته يعني ايه؟ يعني تتكلم معاه في امر معين او في اي حاجة، هيديك الامر ده وهيديك الرأي الصحيح اللي بما يرضي الله، اللي هيوجهك للطريق الصحيح بإذن الله. ده الصديق مين؟ مش اي صديق، ده الصديق الوفي اللي بيحبك. طيب يا سيدي الكل، قال لك وحرى أن يكون من الإخلاص، ولازم برضو أن يكون الشخص الصديق ده لازم يكون يتميز بالإخلاص، بحيث يسدون له النصيحة السديدة غير مدخرين رأيا سليما ولا رشدا قويا. يعني والله يا سيدي الكل زميلك وصاحبك وصديقك هو اللي هيديك النصيحة السليمة بدون بخل وبدون خوف على المعلومات اللي عنده وبدون خوف على حاجات. يقول لك يا باشا انا عارف، طب خد وهديك وهعرفك وهوجهك وهاخدك من ايدك، هنروح نخلص المشوار ده وهاخدك من ايدك وهعرفك فين مكان الحاجة دي. ده الصديق ده الصديق الحقيقي، صديق المخلص، هو اللي بيوجهك وعمره ما بيبخل عليك بحاجة. كلمة مدخرين يعني باخلين. مدخرين يعني ايه؟ باخلين. قال لك رشدا يعني هداية. احفظ معايا المعاني. كلمة السديدة يعني الصحيحة،
كلمة السديدة يعني ايه؟ الصحيحة. قال لك يا سيدي الكل معنى كلمة، تعالى كده ما نشوف من الأول معنى كلمة الصديق الوفي. الصديق الوفي يعني الصديق المخلص، مسيرته إنه يخلصون عليه في مسيرته يعني حياته. حياته. طيب قال لك يا سيدي الكل بص 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 كده معايا، قال لك ومهما كان الإنسان حصيفا. معنى كلمة حصيفا يعني ذكي، بعيد النظر. لا، معنى كلمة حصيفا، أنا آسف، معنى كلمة حصيفا يعني حكيم، بعيد النظر يعني ذكي، في شؤونه يعني أموره. قال لك فلا يستغني عمن يستشيرهم. معنى كلمة يستشيرهم، أنا بستشيرك وأنت بتستشيرني، أخذ الرأي، ده اسمه الاستشارة. طيب من خصائله، في بعض خصائله يعني أصدقائه. وحرى أن يكون من الإخلاص. حرى يعني جدير. حرى يعني ولا حرى يعني جدير. طيب والصديق الوفي لا، تعالى معانا. قال لك والصديق الوفي لمن يخلص لك النصح عند الحاجة فحسب، بل أيضا من يسعفك في الشدة. الصديق الوفي مش هو اللي يقدم لك النصح بس، بل يسعفك في وقت الشدة. قال لك يسعفك يعني يساعدك. الصديق الوفي مش بس الصديق اللي بالكلام وبالنصح، أما يا مصر الصديق الوفي يكون إيه هي أهميته برضه؟ الصديق الوفي بس قال لك يا سيدي الصديق الوفي هو اللي هيسعفك في وقت شدة أو في وقت ضيق. يسعفك يعني إيه؟ قال لك والله يسعفك يعني يساعدك، ياخد بإيدك في وقت الشدة. أفعال وأقوال الاتنين يكونوا عندي في الصديق الوفي، بحيث مثلا ان لا قدر الله حصل اي مشكلة عندي، حد هيروح المستشفى، حد لا قدر الله تعب معايا، يكون اول شخص يقف جنبي هو صديقي. مش هيقول لي الله يعينك ربنا معاك ويوفقك باذن الله خير، لا، الصديق الحقيقي هو اللي يجي يقف معاك في وقت الشدة. اذا انت رايح المستشفى او في حد عندك رايح المستشفى، تلاقيه معاك واقف جنبك، تلاقيه ظهرك في اي وقت، في أي شدة تلاقيه جنبك. ده الصديق الوفي، يسعفك في الشدة، يساعدك في العسرة. قال لك أهو يساعدك في العسرة، يعني إيه يساعدك في العسرة؟ وقت الضيق يهون عليك. وقت الضيق إيه يهون عليك؟ يعني والله أنت مثلا يا سيدي في عندك مشاكل في حياتك، ويكون بص حياتك متطربقة. طيب الصديق الوفي ايه هي اهم مميزاته؟ لانه والله الصديق الوفي ده سؤال مهم جدا، من اهم مميزاته ان هو عندي تجده دائما بجوارك ويساعدك في العسرة. ده من اهم صفات عندنا الصديق الوفي، يساعدك وقت الضيق. انت يا سيدي حياتك كلها مليانة مشاكل، حياتك كلها متلخبطة، عندك امتحانات، عندك دراسة، عندك مشاكل كتيرة جدا في حياتك. فالصديق الحقيقي هو اللي بيساعدك وقت وقت الضيق. تيجي تحكي له وتيجي تشكي له، ما تلاقيهوش، يعني الصديق الحقيقي ما تلاقيهوش اللي يقول لك يا عم اجري بقى، هي الحياة اللي انت فيها دي حياة؟ هو اللي انت عايشه ده حد عايشه؟ يا عم بقى، يا سيدي بقى، ده انت حياتك نكد، حياتك قرف، يا سيدي بقى، ده انت يا سيدي امشي. ده مش الصديق الوفي. انما الصديق الوفي هو اللي يقف معاك وقت الشدة. تلاقيه لما تيجي تحكي له على حاجة، وتيجي تحكي له على اي موقف مضايقك، تلاقيه واقف جنبك، تلاقيه يديك حلول، تلاقيه يحل لك مشاكل، تلاقيه واقف بياخد ويدي معاك. ده الصديق الحقيقي اللي بيساعدك في وقت العسرة، لو وقت الضيق يعني. طيب وينجيك، فين هنا قال اهي، وينجيك وينجدك. بسم الله الرحمن الرحيم. وينجدك إن ألزمتك النجدة، غير مقصر في حق، في أداء حق له، بل إنه لا يجد فيما يؤديه من حقا متاعا لا يفوقه متاع، كما يحفظ لك حضورك ويحفظ غيبتك. إذا غبت عن مجلسه كان أشد لك حافظا وصيانة، فهو دائما أمين عليك، ووفي لك في الضراء ووفي في السراء. طيب يا سيدي
بسم الله الرحمن الرحيم. قالك ان الشخص الصديق الوفي، الصديق الوفي اللي هو الروح بالروح يا سيدي الكل، دايما بياخد بايدك وينجيك، ينجيك يعني يساعدك برضه، دايما بيساعدك في ازمتك وبينجدك وبيكون غير مؤثر، عمره ما بيأثر وعمره ما بيتخاذل عن اداء اي حق. اول ما بتعوزه بتلاقيه. فقال لك يا سيدي الكل بل انما ليجد فيما يؤديه من حق متاعا لا يفوته متاع. معنى كلمة متاعا يا عم الحاج ثانية واحدة بس كده عشان ايه متاعا؟ متاعا يعني سعادة. متاعا يعني سعادة، عشان بس ايه ما نقولش اي كلام. متاعا يعني ايه سعادة، لا يفوقه متاع، كما يحفظ لك حضورك ويحفظ غيبتك، بل إذا غبت عن مجلسا كان أشد لك حافظا وإيه وصيانا لك. قال لك كان يصونك وانت بتتكلم، يصونك وقت مجلسك ووقت ما انت قاعد وانت مش موجود برضه بيصونك. يعني لو انت قاعد تلاقيه بيحفظ كرامتك وبيحفظ هيبتك، ما يقلش منك في القعدة، ما يجيبش سيرتك بالوحش في القعدة، مش وهو بيهزر يقول أسرارك وسط القعدة، لا ده فعلا بيحافظ على كل سر ليك وبيحافظ عن كل حاجة وبيحفظ هيبتك وبيحفظ مكانتك. طيب ولو انت مش موجود، قال لك يا سيدي لو انت برضه مش موجود بيحفظ مكانتك وبيحفظ هيبتك وبيتكلم عليك بكل شيء جميل وبكل صدق وبكل أمانة. ولو حد جاب سيرتك بيحفظ سيرتك دي، يقول لك لا عندك ما تجيبش سيرة فلان لو سمحت وهو مش موجود، ما تجيبش سيرة علان وهو موجود. ده الصديق الوفي اللي بيصون سيرتك وبيصون كلامك ويصون يعني وجودك في وقت ما انت موجود، وانت مش موجود برضه يا سيدي الكل عندك بيحفظك. قال لك يا حبيب قلبي فهو دائم امين عليك ووفي لك في الضراء ووفي لك ايضا في السراء. الضراء يا سيدي الكل يعني الشدة والضيق، الشدة والضيق بيكون صينك، وبيكون صينك برضه في وقت السراء. هو السراء يعني الرخاء يا عم الحاج. في وقت الرخاء وفي وقت الضيق دايما بيكون صينك ودايما بيحافظ عليك، في كل وقت بيحافظ على سيرتك، في كل وقت وفي كل مكان. طيب نكمل كلامنا. طيب يا سيدي لو انت وصلت لحد النقطة دي في الفيديو وفاهم كل حاجة والمعاني وكل الأسئلة وكل حاجة داخلة دماغك، اتمنى تعمل لايك للفيديو لان ده بيوصل الفيديو لكل اصحابك. تعمل اشتراك في القناة عشان تستفاد بالمنهج كله اللي هينزل لك على اليوتيوب، وكمان عندنا جروب على الواتساب كده بينزل عليه كل الفيديوهات اول باول ومسابقات ونحو وكل حاجة، هتستفاد اقصى استفادة باذن الله. وشكرا طبعا على كل الناس اللي بتعمل تعليقات وكل الناس اللي بتعمل كومنتات. يا رب دايما ابقى عند حسن ظنكم واقدم لكم كل ما هو مفيد وكل ما هو نافع باذن الله. وايضا بقينا موجودين على منصه نبغه. منصه نبغه احنا هننزل عليها برضه منهج ثالثه اعدادي، وفي حاجات مش هتبقى موجوده على اليوتيوب هتكون موجوده طبعا بشكل مجانا تماما على منصه نبغه. خش هتلاقي كل الكلام ده عندك في الديسكريبشن. صلى على النبي. تعالى كده يا سيدي اما نكمل درسنا. وينبغي أن يحافظ الصديق على مشاعر صديقه. بالله عليك نحافظ على مشاعر بعض، ما نقعدش نرمي لبعض اتهامات ملهاش أي لازمة، لو يلا تخين يلا رفيع يلا تخين يلا، ما فيش الكلام ده. لازم نحفظ كرامة بعض. قال لك ينبغي ان احنا نحافظ على كرامة بعض ومشاعر بعض، ما نقعدش نتريق على بعض ونقعد نتنمر على بعض، والكلام ده غلط، ما ينفعش يحصل الكلام ده. فيلقاه دائما، لازم نلقى دائما اصدقائنا بشا. معنى كلمة بشا يعني بتكون بشا يعني بشوش، اهو بشا يعني ولا بشوش في وجهه ويعامله بمنتهى الرفق ولا يدخل معه في مراء. قال لك يعاملهم منتهى الرفق، ان احنا نعاملهم بمنتهى اللين ولا يدخل معه في مراء. مراء يعني قال لك مراء يعني جدال، مراء يعني جدال. ما تعامل معاه بلطف كاصدقاء ما بيننا وما بين بعض، تعامل مع بعض كويس
وما نخشش مع بعض في جدال. يعني ايه يا مستر ما نخشش مع بعض في جدال؟ يعني والله يا سيدي الكل ما نتخاصمش مع بعض علشان مجرد شوية كلام. ما تقولش مثلا انت قاعد مع زميلك فتجيب سيرة الاهلي والزمالك تلاقيهم هما الاتنين مسكوا بعض قطعوا بعض بالكلام وهانوا كرامة بعض. ليه؟ عشان دخلوا في جدال مين احسن، الاهلي ولا الزمالك ولا الكلام ده كله. غلط يا معالي الباشا. ليه؟ لانه والله ان انت كصديقك لازم تعامله برفقة وجه وبقاش بجر بشوش كده، راجل يعني مخلص ليك المخلص بس، راجل بجر بشوش كده وبسم الله ما شاء الله، يعني الناس ايه، ناس كويسين. ما تخش معاه في جدال كتير، اتكلموا عن اي حاجة يا عم، بلاش الامور اللي بتخش في جدال والحاجات اللي ممكن تفسد صداقتكما أو صداقتهما، بل يجادله ويحاوره في مسائل كثيرة برقة ولطف. ولا تحاول أن يعترف لك صديق بفضل مرارا وتكرار. قال لك والله بفضل يعني معروف او ايه، او معروف او ايه، او مثلا اللي هو معروف او مجامله او اي حاجه هو عملها ليك، مثلا ساعدك في حاجه، ان احنا كاصدقاء انا ساعدت صديقي في حاجه او هو ساعدني في حاجه. مش لازم كل شويه قاعد افكره خلي بالك انت مش فاكر، يالا مش فاكر ان انا لما جيت معاك المشوار الفلاني، مش فاكر لما انت كنت مسافر انا جيت معاك، مش فاكر لما وقفت جنبك لما والدك كان تعبان، مش فاكره لما انا نزلت معاكي كنت بتخلصي ورقه مش عارف فين وانا نزلت معاكي ووقفت معاكي. هل ده ينفع؟ ما ينفعش طبعا. انت بتعمل المعروف وبص ارميه في البحر ما تتكلمش فيه. غلط ان انت كل شويه تقول له ولا انا عملت لك، انت ولا حاجه من دوني، انا عملت كل حاجه. قال لك يا سيدي ده غلط. المفروض ان انت تعمل المعروف او تعمل الشيء الكويس وارميه في البحر ما تتكلمش عليه، تقعدش تتكلم فيه مرارا وتكرر المعروف او الفضل ده تقعدش تتكلم فيه كتير. فقال لك والله ولا ان يكافئك على ما تقدم اليه من افضال، لان هو كده مش هيكافئك على ما تقدم اليه من افضال. انت ليك فضل على صديقك وصديقك ليه فضل عليك، لان الصداقة الصحيحة تقوم على الإيثار. معنى كلمة الإيثار إيه؟ لأن هي كلمة مهمة. الإيثار هي تفضيل الغير عن النفس، تفضيل الغير عن الإيه؟ عن النفس. معنى كلمة الإيثار تفضيل الغير عن النفس. الصداقة الحقيقية هي اللي بتكون قائمة على كده، ان انا احب اللي قدامي او احب صديقي افضل من ايه، اكتر من نفسي. ان انا احب اللي قدامي وافضل مصلحته عن مصلحتي، افضل مشواره عن مشواري، افضل اي حاجة هو عايزها عن الحاجة بتاعتي. الايثار. طيب يا سيدي الكل ماشي يا معالي الباشا، تعال اما نكمل كلامنا. قال لك وتقبل من الصديق دائما اهو، وتقبل من الصديق دائما ميسور الود دون أي مشقة أو إرهاق. ولا بد أخيرا من التروي والتثبت في اختيار الصديق والأصدقاء. يعني إيه يا سيدي الكل يا معالي الباشا؟ إن إحنا والله لما نيجي نختار صديق لازم نتروى. معنى كلمة التروي يعني التمهل في اختيار الصديق. مش اي حد معدي في صاحبي، مش اي واحده معديه تشوفيها شكلها جميل مش عارف ايه صاحبتي، مش بالشكل ولا بالمظهر ولا الكلام ده كله. الصديق الحقيقي بجوهره الداخلي باخلاقه بالادب بتاعه. فلازم نتمهل كده واحده واحده لما نختار الصديق ده او نختار الصديق ده، لان الصديق يا اما هيوديك 7 سما يا اما هيجيبك 7 ارض. واسمع مني. قال لك والله خشية من الزلل او من الزلل. قال لك خشية يعني خوف، من الزلل يعني الاخطاء والوقوع فيها، لانه ممكن يوقعك في اخطاء كتيرة في من لا يستحقون صداقتكم. فكم من أناس غرهم خداع من حولهم وكلماتهم المعسولة. ياما ناس كتيرة قوي غرتهم يعني خدعتهم المناظر. ياه تشوفي واحدة جميلة او انا اشوف واحد شيك وشكله جميل اقول صاحبي. لا،
ياما ناس كتيرة قوي خدعتهم المناظر، ياما ناس كتيرة قوي خدعتهم كلمات معسولة. يعني مخادعة، كلمات معسولة يعني ايه؟ مخادعة. تلاقيه تقول لك يا حبيبة قلبي يا سكرة يا عسولة يا أمورة، وانت تلاقي ده انت راجل جدع الكفاءة، صاحبه 100 راجل كده، وانت في الآخر وفي الأول وفي الآخر ولا تعني ليه أي شيء. ممكن يبيعك في أول ملف. فاوعى يغرك الكلام، واوعى يغرك المظهر، اوعى يغرك أي حاجة من الحاجات دي. فقال لك والله يا سيد الكل فقال لك فاتخذوهم أصدقاء لهم حتى إذا دارت بهم الأيام أظهروا لهم عداوة. لما دارت بهم الأيام، لما تبدلت الأحوال أظهروا لهم العداوة، واتضح إنهم لم يكونوا ويكنون. يعني إيه يكنون؟ يخفون لهم ودا بل بغضا. وايه بغضا؟ فين يالا الكلمه اهو. ما هو ايه؟ وموجدة. بيبص بيكونوا جواهم غل وحقد لاصحابهم، وغل وحقد للناس اللي قدامهم. اللي فاكره صديقك واللي فاكره صاحبك تلاقي جواه بغل وبغض وموجدة. قال لك معنى كلمة موجدة او موجدة يعني حقد. لسه كنت بقول لك اهو، موجدة يعني حقد. تلاقي جواه حقد كده، وتلاقي جواه غل من اللي قدامه. فاعلم يا بني ان الصديق ليس مجرد رفيق عابر يعني زائل. ما تفتكرش ان هو واحد معدي كده وخلاص وهيروح لحاله، او واحده معديه وهتروح لحالها. لا، لازم تكون عارف ان الصديق والشخص اللي انت بتعاشره بيكون له تأثير كبير جدا عليك وعلى شخصيتك ومستقبلك وطريقك في رحلتك، بل هو شريك اساسي اهو، بل هو شريك اساسي في صياغة مستقبلك طبعا يعني طريقك هو اللي بيكون بيشكل طريقك، ويكون بنحت ملامح شخصيتك. نحت يعني ايه؟ نحت يعني تشكيل. هتلاقي دايما ان الاصحاب بيتاثروا ببعض، تلاقيهم بيستخدموا كلمات بعض، تلاقيهم بيستخدموا نفس الصفات ونفس الايه، نفس طريقه المعامله. بينحتوا بعض. يعني ايه بينحتوا بعض؟ بيشكلوا بعض، بيشكلوا صفات بعض، بيتاثروا ببعض. فعلشان كده لازم تنقي شخص كويس، علشان لما تيجي تاخد من صفاته او ياخد من صفاتك تكون على الاقل صفات كويسه، مش رايحين بعيد قوي. نقي حد شبهك يعني، فاهمني؟ فعلشان كده انتوا بتنحتوا مستقبل بعض، بتشكلوا مستقبل بعض. ده بيأثر عليك وده بيأثر عليك. قال لك ملامح شخصيه، فبقدر وعيك، بقدر فهمك، وعيك يعني فهمك، في انتقاء يعني اختيار صحبتك، يكون نجاحك في صناعة غدك. قال لك والله صناعة غدك اللي هو ان انت ايه ده بكرة هو بإذن الله اللي ايه اللي بيصنعه انت وصديقك. انتوا الاتنين مع بعض بتشكلوا مستقبل بعض، يا اما هتودوا بعض في منطقة عالية وتودوا بعض الى طريق النجاح، يا اما انتوا الاتنين هتاخدوا بعض وانتوا الاتنين هتفشلوا. علشان كده لازم تنقي صاحبك ولازم تنقي صاحبتك كويس، علشان انتوا الاتنين بسم الله نلاقيكوا في مكانة عالية بإذن الله. وده كان درسنا النهاردة، درس الصداقة لأستاذ شوقي الضيف. اتمنى تكون فهمت كل حاجه، واتمنى تكون فهمت الدرس كله دخل دماغك. كان معاك استاذ عبد الله عواد. ما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناه. صل على النبي، زيد النبي صلاه. السلام عليكم ورحمه الله.